برزتنا شويه على بليسيور ديال عز الدين. هذا ما قاله ناخب الوطني وليد الركراكي عن بديل لعز الدين أناحي بعد غيابه عن المنتخب بسبب الإصابة، وإليكم التفاصيل. ولكن قبل البدء في التفاصيل أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. ظهرت موهبة المغربي سليم أملاح بشكل لافت للانتباه في مباراة مع فريقه الحالي، وسجل اللاعب المغربي سليم أملاح هدف الأول لفريقه بشكل مبكر قبل أن يضيف المغربي جواد يميق الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وبذلك ساهم في عودة فريقهم إلى سكة الانتصارات. ومن المتوقع أن يعود أملاح إلى المنتخب المغربي بعد تعافيه كليا من الإصابة ليلتحق بمعسكر التدريب القادم الذي سيقام في المغرب في يونيو المقبل من أجل الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا. ويعتبر أملاح الخيار الأول للمدرب وليد الركراكي، وخاصة بعد إصابة عز الدين أناحي في مواجهة منتخب البرازيلي وغيابه عن المنتخب المغربي. ومن المتوقع أن يضيف سليم أملاح قوة لوسط الملعب وصناعة فرص للتهديف، كما أثبت ذلك في مباريات منتخب المغرب في مونديال قطر 2022. ويتميز أملاح بقدرته على كسر الكرات من منافسيه في وسط الملعب، وهذا ما يجعله لاعبا متميزا في المباريات التي يشارك فيها. وهذا ما قاله الركراكي عن أملاح أنه اللاعب المناسب لأخذ مكان عز الدين أناحي، وأن يصبح لاعبا أساسيا في تشكيلة الفريق خلال المباريات القادمة. وفي النهاية لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة، وأيضا لا تنسى تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا.